المشاهدون الأكارم، سعدتم أوقاتنا أينما كنتم بكل خير. من الفضائية الأريترية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة. أصحابكم فيها قاسم أحمد، والبدء كالعادة بأهم ما جاء فيها. توقعات بمحصول وافر في الإقليم الجنوبي. جهود بناء لإدارة مياه الشرب في جنوب البحر الأحمر. شهادات تقديرية لمؤسسات الإقليم الأوسط. معطل 14 جنديا خلال هجوم في غرب النيجر. بدء تدريبات بحرية إيرانية روسية صينية في المحيط الهندي. وروسيا تعلن دخول أولى صواريخ فانغارد في الخدمة. أهلا بكم. ذكر الاجتماع التقييمي الذي عقد في مدينة مندفرة يومي 26 و27 من ديسمبر الجاري التوقعات بجني محصول وفير من الزراعة المطرية في الإقليم الجنوبي. وبحث الاجتماع تقارير تنمية النباتات والثروة الحيوانية وحماية التربة وحفظ المياه والتنمية المروية. وأشار إلى زراعة الذرة والبقوليات والبذور الزيتية والذرة الشامية المحسنة في مساحة 156,229 هكتار، وأن التقييم الأولي يشير إلى ارتفاع الإنتاج بنسبة 18% عن العام 2018، إضافة إلى ارتفاع إنتاج الخضر والفاكهة بنسبة 1.1 مليون كنتال. وأفاد قسم وقاية النباتات إلى رش المبيدات الحشرية في مساحة 6064 ضد مختلف الآفات الزراعية والأمراض بما في ذلك الجراد. وأوضحت التقارير بناء 10 سدود صغيرة في 9 مديريات بدأت 8 منها الخدمة. وشرح المدير العام لقسم الزراعة والأراضي في الإقليم الجنوبي السيد يماني أباي برامج عام 2020، داعيا على العمل بقوة لرفع الإنتاج كما ونوعا. وطالب الاجتماع القيام بالتقييم 3 مرات سنويا بدلا من مرة واحدة في السنة، وتبادل الخبرات والتجارب بين المهنيين الزراعيين. وقال حاكم الإقليم الجنوبي في الكلمة التي ألقاها أن التقييم بين المميزات والقصور، داعيا لتقوية التنسيق مستقبلا. أفادت إدارة إقليم جنوب البحر الأحمر في الاجتماع الذي عقدته يومي 26 و27 ديسمبر الجاري تنفيذ مهام فعالة لإدارة مياه الشرب في القرى. وأوضحت الاهتمام لتوفير مياه الشرب الصالحة وضعا في الاعتبار الأوضاع المناخية والتضاريس وانتشار القرى، حيث تم العام الماضي إرساء مشاريع مياه في الريف النائي، وقد نفذت هذا العام أعمال مشهودة لتوسيع مشاريع المياه وإدارتها جيدا. وأشارت إلى أن مشروع المياه المتكامل المشيد في دقيتا وحفر وتعريش بئر داتو سيما ساهم لتخفيف مشكلة مياه الشرب، إضافة إلى صيانة مشاريع المياه المعطلة. وأوضح الاجتماع بأن أعداد قوارب الصيد وصلت إلى 600 في الإقليم عامة، ونتائج مشجعة من الدعم المقدم لتحسين حياة الصيادين. كما قيم الاجتماع تنفيذ برامج الخدمات الاجتماعية والتنموية. وأشار حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي في الاجتماع إلى وجود برامج هامة للتنفيذ على مستوى الإقليم وإدارة مدينة عصب لتحويل فرص العهد الجديد إلى الاستفادة الملموسة. وحث للاهتمام الكبير لتوعية وتسخير الطاقات والقدرات البشرية والمادية للعمل. قدم قسم السياحة في الإقليم الأوسط شهادات تقديرية ل37 مرفق خدمي لجودة خدماتهم. وأوضحت المدير العام للقسم السيدة ليا جبرا في المناسبة التي جرت في 27 من ديسمبر أن هدف الإشادة من هذه المرافق هو التشجيع لتطوير العمل وأن تكون قدوة للآخرين، مشيرة إلى أن المرافق المقدرة عملت على نظافة أدواتها وعمالها ومتابعة جودة الخدمات. وقالت باستثناء قلة من المرافق الخدمية لا توجد خدمات بأسعار مناسبة،
داعية المرافق الخدمية القيام بواجباتها للحيلولة دون استفعال ارتفاع الأسعار. وقد تم الإشادة أكثر بمطعم السيكومورو لجودة خدمات في جميع الأنشطة. وتقدم الشهادات التقديرية التي بدأت عام 2018 للمرافق التي تقدم خدمات جيدة سنويا. بحثت إدارة مديرية دك أمحرة تنفيذ برامج عام 2019 عامة والخدمات الاجتماعية خاصة. وأوضح المدير التنفيذي لإدارة المديرية السيد قرماي أسيد في التقرير الذي قدمه في الاجتماع التقييمي الذي عقد في 27 من ديسمبر بحضور 1200 من ممثلي السكان تنفيذ أعمال مشهودة لحماية التربة وحفظ المياه وتوسيع الخدمات الاجتماعية وبناء السدود والحفائر وإصلاح مساقط المياه وأنشطة النفير. وأشار التقرير إلى غزارة الأمطار هذه السنة وتسجيل حوالي 596 ملم أمطار ويتوقع حصاد محصول وفير. وذكر تسارع أعمال الحصاد تخوفا من الأمطار المتأخرة وظاهرة الجراد بتضافر جهود السكان وقوات الدفاع والطلاب، موضحا تطعيم أكثر من 63 ألف رأس من المواشي ضد مختلف الأمراض. وأجاب مدير مديرية دك أمحرة السيد يماني أبرا ومسؤولون آخرون على أسئلة واستفسارات المجتمعين. قدم طلاب العلوم الاجتماعية في ناوفا والسيد أحمد محمد إبراهيم المقيم في المملكة العربية السعودية دعما ماليا لصالح أسر الشهداء. ووفق المعلومات الواردة إلينا تبرع منتسبي الدفعة 21 للعلوم الاجتماعية 12,000 ناوفا ل 12 أسرة شهيد بمدينة ناوفا بواقع 1000 ناوفا لكل أسرة. وقال مدير المدرسة الأستاذ يوهنس قالت أن الدعم هو استمرار للمساعدات المقدمة لأسر الشهداء وصيانة المنازل وجمع المحاصيل وغيرها من نشاطات الطلاب. من جهته قال مدير المديرية السيد يعقوب إدريس إن الدعم المالي جزء من المساعدات الجارية لأسر الشهداء، مناشدا استمرارية الهدف السامي كثقافة مجتمعية. في غضون ذلك تبرع السيد أحمد محمد إبراهيم المقيم في المملكة العربية السعودية 10,000 ناقة لذات الغرض. مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فابقوا معنا. أهلا بكم مع الأنباء العالمية. ذكرت وزارة الداخلية في بيان أن 14 جنديا قتلوا في هجوم شنه إرهابيون مدججون بالسلاح في منطقة تلايبيري في غرب النيجر. وأفاد البيان أن قافلة من رجال الدرك وعناصر الحرس الوطني الذين كانوا يرافقون فرق التسجيل في الانتخابات في بلدية سنام تعرضت لكمين من قبل إرهابيين مدججين بالسلاح. وأكدت الوزارة أن العدو تكبد خسائر جسيمة في الوقت نفسه دون مزيد من التفاصيل. وفي منطقة تلايبيري هذه القريبة من مالي قتل 71 جنديا نيجيريا في 10 من ديسمبر في أسوأ هجوم منذ استئناف الهجمات الجهادية في عام 2015 في هذه الدولة الفقيرة. أعلن عنه تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته. بدأت إيران والصين وروسيا تدريبات عسكرية بحرية مشتركة تستمر 4 أيام في شمال المحيط الهندي وخليج عمان حسب ما أعلن قائد الأسطول الإيراني. وتأتي التدريبات وسط تزايد التوتر في المنطقة منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق حول النووي الإيراني المبرم في العام 2015. وقال قائد الأسطول الإيراني الأدميرال غلام رضا طحاني في خطاب بثه التلفزيون الرسمي أن رسالة المناورات هي السلام والصداقة والأمن المستديم في ظل التعاون والاتحاد. وبث التلفزيون الإيراني لقطات قال أنها بارجة حربية روسية تصل إلى مرفأ جبهار في جنوب إيران، موضحا أن البوارج الصينية ستنضم لاحقا، واصفا الدول الثلاث بالمثلث الجديد للقوى في البحر.
أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو الرئيس فلاديمير بوتين أن أولى صواريخ أفانغارد الخارقة للصوت وضعت في الخدمة بحسب بيان رسمي. ونقلت وكالة أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها إن أول فوج من الصواريخ المزودة بأحدث الصواريخ الاستراتيجية ضمن منظومة أفانغارد وضعت في الخدمة. وفي ديسمبر 2018 أعلن الجيش الروسي أنه سيتم نشر أول دفعة من صواريخ أفانغارد في منطقة أورنبرغ في الأورال. وكشف فلاديمير بوتين بفخر في مارس 2018 عن جيل جديد من الصواريخ الروسية، أولها الذي يدخل في الخدمة هو أفانغارد الذي تبلغ سرعته بحسب موسكو أكثر من 33 ألف كيلومتر في الساعة. وأكدت السلطات الروسية أن هذا النوع من السلاح قادر على اختراق أي درع مضاد للصواريخ. الخبر الأخير في هذه النشرة: ضرب زلزال إيران في منطقة تقع على بعد أقل من 50 كيلومتر من محطة بوشهر النووية في جنوب غرب البلاد، وذلك وفق مصادر متخصصة في رصد الزلازل دون ورود تقارير بعد عن وقوع أضرار. وأفاد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي أن الزلازل الذي بلغت قوته 5.1 درجات ضرب منطقة تقع على بعد 44 كيلومتر جنوب شرق مدينة برزنجان وعلى عمق 38 كيلومترا. وحددت تقارير مركز الزلزال على بعد 45 كيلومتر شرق منشأة بوشهر النووية الوحيدة في البلاد المطلة على الخليج. وأفاد مركز رصد الزلازل الإيراني في تقرير أولي نشر على موقعه الإلكتروني أن قوة الزلزال بلغت 4.9 درجات وعمقه 10 كيلومترات. وتقع إيران عند ملتقى صفائح تكتونية عدة ويعبرها عدد من الصدوع، ما يجعلها تشهد نشاطا زلزاليا كثيفا. مشاهدينا الكرام، هكذا انتهت النشرة. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.